كابتن مهدي في سؤال لك، يقول لك عطني 5 من مبادئ الاهلي المصري. والله رغم الألقاب الكبيرة لهذا النادي، باعتقادي في مرحلة من المراحل افتقد إلى المبادئ. الاهلي المصري؟ اي طبعا. واللي هي لما نشوف يعني قبوله أن يكون نادي القرن وهو غير جدير بهذا اللقب، لما نشوف يعني تصرفات بعض اللاعبين السلبية يحملون فانيلة نادي الأهلي، فهمت؟ لما نشوف طريقة انتدابهم، خلينا نقولوا بطرق ملتوية للاعبين من أندية ثانية داخل الدوري عن طريق عملية اللي يسموها كوبري، يروح أوروبا، يروح الخليج وبعدين نشتريه. أشياء كلها هذه كلها لا يمكن اعتبارها مبادئ. المبادئ هي خلينا نقولوا الأخلاق. والأخلاق في هذا الزمن من الصعب جدا أن تتواجد في أندية كثيرة. بس بطولات كثار نادي الاهلي المصري. إيه، جيل بطولات، جي يا أخ عبد الله، جيل بطولات. في غياب المبادئ والأخلاق جيل بطولات.